في الكرة دي عشان تطلع واحدة او اتنين صعب. الجيل ده يفتقد للحافز او للقدوه مثلا. زمان كان كل اللعيبة بتحب تروح تلعب في المنتخب. الفتره بتاعت احداث بورسعيد يا جوكر، انت حضرت الاحداث. انا عندي اسرار كتيرة جدا بس مش هينفع اقولها. مساء الفل عليكم وحلقه جديده من نيوتري فيتنس بودكاست. الضيف اللي معايا النهارده ده يعني احنا ممكن نقعد نتكلم في الحلقه مثلا اسبوعين ثلاثه، يعني مش هينفع بقى جو ان بودكاست ساعه ونص عشان نحكي حكايه الراجل الطيب اللي معانا ده. هو حكايته من اسمه، هو يعني خلينا نختصر الموضوع كله. هنتكلم على واحد من اهم واكبر اللعيبه مقاما وقدرا وتاريخا في تاريخ الكره المصريه، احمد فتحي او الجوكر. والجوكر دي هي جوكر فعلا على فكره، يعني احنا ما بنقولوش في الملعب يا فتحي، لا هو انا عايز اقول لكم احنا واللعيبه والمدربين حتى الخواجات بيقولوا له يا جوكر. كابتن احمد فتحي ازيك؟ دكتور ازيك؟ اخبارك ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله. يعني وحشني جدا. ويعني الاهلي الحمد لله اتعاملت معاك فتره مش هينه يعني، وبيراميدز حاليا برضه لعيب ربنا يحفظك. تاريخ كبير بقى قوي يا جوكر، تاريخ يعني. بص انا لسه كنت بتكلم معاك قبل التسجيل، يعني ربنا يحفظك ويزيدك. احنا مفيش حاجه اخترعتها الفيفا ما لعبها باشا احمد فتحي، يعني ينفع يلعب احمد فتحي ولا باشا احمد فتحي؟ كاس عالم، كاس قارات، افريقيا طبعا مع النادي الاهلي، افريقيا، كونفدراليه، بطوله عربيه، دوري، كاس، سوبر عربي او سوبر مصري، اسف، سوبر افريقي، كاس عالم انديه، اولمبياد. فلو جيت تبص على الهيستوري ده كله مفيش حد في مصر يقدر يعمل التاريخ ده الحمد لله لحد دلوقتي، وان شاء الله كمان العمر اللي جاي ما اعتقدش حد يوصل للتاريخ ده. جوكر احكي لي بقى كده، نبدا منين؟ الحمد لله، يعني اول حاجة طبعا الحمد لله، ده كل واحد عامله ده بفضل ربنا، مش توفيق من عند ربنا، لا اكتر لا اقل. لا ان شاء الله يعني يا رب حد يعمل اكتر من كده كمان. لا مش انا مش من اللعيبه اللي بعد ما بطل مش عايز حد يعمل حاجه زي، لا طبعا اكيد. لا. يا رب كل الناس ربنا يوفقها وتعمل احسن من كده مليون مره يعني. لكن كل ده يعني هو مش هرجع اقول لك يعني من البدايه لغايه دلوقتي هو توفيق، لا اكتر لا اقل. الواحد بيجتهد ويعمل اللي عليه وهو توفيق يعني. احكي لي بقى على البدايه. احنا بدانا في ناشئين بنها، احنا مواليد بنها صح؟ انا من بنها. تمام. بدأت ناشئين بنها. انا لعبت في بنها، انا في الناشئين. من كام تقريبا لو تفتكر؟ من كام؟ كان عندي احنا مواليد 12 سنة. 84 فممكن نكون مثلا أنا رحت 94 الاسماعيلي سنة 2000. الاسماعيلي 2000. الاسماعيلي قبليها 2000 بقى بسنتين، 98 يعني او 97. بنتكلم من 97 مثلا. اه 97 بدات ناشئين بنها، نادي بنها الرياضي. رحت الاهلي 97 غالبا، رحت المقاولين. كنت ماضي معاهم و 3 شهور وكنت خلاص همضي وكملت، وبعد كده قالوا لي لا خد عقودك، يعني خلاص امشي يعني. كده رحت الاهلي مشوني. فينا احنا العاده دي بتاعت مشونا وجابونا دي. الاهلي اقول لك في العاده بتاعت لا ده كابتن كنت لسه صغير بقى. لا كنت لسه صغير، كان الكابتن ضياء السيد، وبعد كده جه قال لي انا مواليد 84 فكنت دايما بعمل اختبارات مع 83. قال لي روح نادي النيل وكده، قلت له لا انا ما اعرفش نادي النيل ده، لو هلعب في الاهلي هلعب، مش هلعب انا راجع بلدنا عم. مش لاعب. ورجعت فعلا، قلت له لا. قال لي يعني ايه يعني؟ قلت له لا يعني، قلت له هلعب في الاهلي. قال لي لا اروح النيل. قال لي روح نادي النيل والسنه الجايه. قلت له لا انا همشي. ده كان كابتن ضياء، راجل جميل. رحت على رجعت بقى بنها بقى، لعبت بقى كده ايه، قلت العب بقى يعني شويه عشان بحب الكوره يعني. بعد كده قلت على فكره انا اشهد على الكلمه دي، انا بحب الكوره. انت عندك خزعبليه بالكوره يا جوكر. انت يعني لحد دلوقتي انا بتتخانق انت مش بتخانق في الماتش، بتخانق في التمرين. كارثتي بتخانق في التمرين. هي مش كارثه بس هو لا انت بتحب الكوره. بحب الكوره. خلصنا بنها وطلعت على، قعدت بقى في بنها، لعبت سنه سنتين كده. وبعد كده رحت الاسماعيلي بقى. كان سنه 2000. بابا بقى قعد يتحايل عليا عشان اروح الاسماعيلي، وقلت له لا انا مش عايز اروح، مش عارف ايه. قال لي طب جرب، وقلت له لا خلاص. انت حتى خليت الكليه كمان هناك؟ انت دخلت الجامعه هناك؟ انا ساعتها بقى انا كنتش عايز العب كوره اصلا خلاص. انا عايز اخش كليه هندسه وخلاص. انا مش في دماغي اصلا العب خالص يعني. فجاه رحت الاسماعيلي، اتمرنت معاهم تمرين، خدوني. بس رجعت بقى عشان يخلصوني من بنا، قعدت شويه
بعد كده بقى غيرت بقى خلصوني يعني بطقمين فانيلات وكور حقيقي. فاكر بالظبط. وبعد كده بقى رحت الاسماعيلي، نقلت بقى دراستي هناك انت دخلت الجامعه هناك والكليه بالظبط. احكي لي عن فترتك في الاسماعيلي يا جوكر، مش فتره قليله، 7 سنين وكان فيهم انجاز الاخير للاسماعيلي، يعني انت الدوري الثالث في تاريخ الاسماعيلي والاخير كان بحضور الجوكر يعني. انا مع الاسماعيلي لعبت كنت 7 سنين يعني، مشيت 2007 رحت شيفيلد. بص البدايات دايما حلوه يعني، رحت منتخب وانا في الاسماعيلي، رحت منتخب من القلائل اللي اتحركوا المنتخب من بره الاهلي والزمالك. لعبت منتخب شباب وانا في الاسماعيلي، وبعد كده لعبت منتخب اول وانا في الاسماعيلي، وبعد كده ارسنال كانوا عايزيني وانا في الاسماعيلي، ورحت شيفيلد وانا في الاسماعيلي. لا يعني انا جالي الكونتراكت بتاع ارسنال ومضيته وخلصت. لسه عايزك تحكي لي الحكايه دي، فاتقل على اخوك كده. القصه يعني بس يعني لا الاسماعيلي خدت دوري مع الاسماعيلي ولعبت نهائي افريقيا. فاكر الدوري ده؟ طبعا. لو اقول لك مثلا انت لو يعني كاتيجورايز او صنف لي لحظاتك اللطيفه مع نادي الاسماعيلي او حاجات انت ما تنساهاش. لا الدوري ده ما نسويش طبعا، دوري صعب عشان تاخد الدوري بره اهلي وزمالك، صعب يعني مش صعب. كنتوا جيل كبير وقوي قوي يا محمد فتحي. كنا فرقه جامده يعني، فرقه جامده. كان مين معاك لو الدوري الاسماعيلي اصلا ده يعني معظمه اصلا في حوارات يعني معايا انا. انا مره كان عندي امتحان كليه تجاره، امتحنت الصبح، خلصت الامتحان ورحت لعبت ماتش، كان عندنا ماتش البلديه في المحله. انت طلعت تشتغل على المحله؟ انت متخيل؟ اكيد. كان الماتش الساعه 4، فانت خلصت اللجنه، ركبت تطلع على المحله في الاستاد بقى المداخل الثلاثه العظيم ده، وبدأ اساسي ولعبت الماتش كله، كسبنا 3-0. الله اكبر. لعبت غالبا انا كان دكتور عثمان الله يرحمه كان دكتور في النادي معانا، قال لي كل شوكولاته بس اهم حاجه تاكل شوكولاتين كده وانزل العب. كلت شوكولاتين ولعبت ويلا بينا. يلا لا انا بالنسبه لي بدل ما هلعب خلاص انا. وفي سنه الدوري دي كمان لعبت ماتش الاهلي والاسماعيلي 4-4. الماتش ده كان تاريخي. كنت انا اصلا عامل غضروف داخلي، قعدت فيه خيطته، فقعدت فيه 3 شهور. وبعديها رجعت على ماتش كنا بنلعب اسمنت السويس في السويس. فانا بقى 3 شهور وما بلعبش. الكابتن محسن صالح كان دايما بيحط التشكيل قبلها بيوم. فانت بتبقى عارف. ابقى عارف. فحطني في التشكيل اساسي. يا كابتن محسن، يا كابتن مش حاجه. انا بالنسبه لي انا كان عندي ساعتها ما كملتش 18 سنه، بالنسبه لي بدري جدا. فانا بالنسبه لي هلعب، فانا فرحان. فالكابتن انوسه بيقول لي احمد وانت بادئ؟ قلت له قال لي بادئ ازاي؟ قلت له كابتن محسن مبدأني، مش عارف ازاي بس مبدأني يعني. فالماتش ده بقى كنا خاسرين 1-0 الشوط الاولاني. كنت انا بدأت الماتش، الشوط الثاني اللي جبت التعادل. تعادلنا 1-1 الماتش ده. ولو كنا اتغلبنا ولا حاجه كان الاهلي هيفرق عننا في الدوري في النقط. وبعد كده تاني ماتش بعديها على طول كان ماتش الاهلي بقى والاسماعيلي 4-4. ماتش 4-4 في استاد القاهره. الماتش ده حضرت في الاستاد. انا بقى نازل، انا يعني انت متخيل استاد القاهره 100,000 متفرج، ان الاستاد كله احمر وحته اسماعيلي قد كده. انا كنت من 100. انت متخيل بقى انا واحد عيل صغير لسه ما كملش 18 سنه بقى، وانا فرحان ان انا بلعب. يعني انا بقى انا مش فارق معايا الجمهور ولا فارق، انا فارق معايا ان انا مبسوط ان انا هلعب. عملت جول الماتش ده الشوط الاولاني، عملت الجول لبركات بالظبط، جول لبركات بالظبط. كان ماتش حلو يعني، كان ماتش حلو. بركات طلع عين اهالينا الماتش ده. كان ماتش حلو. كنا احنا السنه دي كنا موفقين في الدوري. لا والاداء كان جميل يعني. فرقه اسماعيلي طول عمرها فرقه يعني، فرقه تتفرج عليها. يعني بغض النظر عن المشاكل اللي حصلت دلوقتي، بس هي الفرقه دي طول عمرها بتطلع مواهب. لغايه دلوقتي بحنلهم على فكره. اكيد يعني انت يعني ما بيجوا بتفرج عليهم، لا مش عايزهم يخسروا. لا كنت اسالك انت بغض النظر عن عمرك اللي بره، بس اكيد الفرقه دي انت ليك عنها ذكريات يعني. لا انا بقول لك يعني هي اللي عرفت مصر على احمد فتحي. بقول لك هم اللي لعبت ناشئين، لعبت منتخب شباب منه، لعبت منتخب اول، رحت ارسنال منه، رحت شيفيلد منه. لا يعني كان مين كان قدوتك في الفرقه دي في الفتره دي؟ كلهم صراحه كانوا لعيبه جامده، بس انا كنت بحب حمص قوي يعني. يعني انت كان في اكيد علاقه بالنسبه لك. لا كلهم صراحه يعني. انا عامه ما باخدش على الناس، بس مش باخد يعني وانا صغير يعني، مش اللي انا مثلا دخلت على بالذات بقى يعني ادخل على فرقه اكبر مني سنين يعني عمر ما اقدرش اتكلم مع حد فيهم خالص تماما. كنت بكلم مع حد، كنت بنزل
انزل من اوضه اللبس فوق. كان احنا الفندق بتاعنا في انت كنت مقيم المدرجات. ساعتها في النادي؟ اوكي. اوكي. عشان بقى بعيده بقى من بنها اسماعيليه ساعتين فبعيد. فكنت انزل اغير بتمرن مع الفريق الاول والبس واطلع، ما بكلمش حد ولا السلام حد عليكم. بيكلمني. لا ما فيش حد بيكلمني ولا بكلم حد. وكنت انا وانا بلعب في منتخب الشباب كان كابتن حسن مسكنا في الفتره دي. كان يقول لي المنتخب الاول عايزينك، اقول له لا مش رايح. يا لهوي. والله يقول لي ليه مش رايح، اقول له لا ما انا ما بكلمش حد هناك يعني. قال لي يعني ما بكلمش حد، قلت له لا بقعد لوحدي وانا ما بحبش كده يعني. قلت له لا انا هنا منتخبي وانا لا كنتش بروح. ويتحايل عليا اقول له مش رايح. انا المعلومه اللي عندي يعني ان انت كان ممكن تروح المنتخب الاول ابدر من الميعاد اللي انت رحت فيه. استدعاءاتك كانت ممكن تبقى ابدر من كده، انت كنت مصاب. لا انا اتصبت كتير يعني. انا في بدايتي عملت غضروف اقول لك 3 شهور. كان الكابتن جوهري الله يرحمه اول واحد واخدني الصراحه. ما ده اللي بقوله لك، انت كان عندك كنت العب في سن صغير بقى. كنت العب ما كملتش 17 سنه ساعتها. سنه 2000. تفتكر التاريخ ده ديسمبر 22 2002 اسف مش 22 ديسمبر 2002. غالبا ده اول ماتش ليا مع المنتخب. كنا في الامارات ماتش ودي مع الامارات. كان قبليها بقى كنت هلعب سنه 2000. ما انا بقول لك بالظبط. انا بقول لك انت كان في احتماليه استدعائك في سنه 2000. ده كان كابتن مع كابتن جوهري. رحت معاهم جنوب افريقيا بس جالي غضروف. فانا ما كنتش قادر امشي اصلا. وبعد كده الله يرحمه كابتن جوهري فكلي كان الغضروف عامل لي لوك في كان قافل ركبتك محجر ركبتك. فجي فكلي ركبتي. وبعد كده هو كان عايز يلعبني الماتش ينزل 5 دقايق 10 دقايق بس ما كنتش قادر ادوس على رجلي. مع اني بعد كده رجعت بقى لعبت في الاسماعيلي ماتش. لعبت في السعوديه مع منتخب الشباب ماتشين. وبعد كده رجعت على الاسماعيلي لعبت ماتش جالي غضروف بقى تاني فعملت العمليه بقى. ساعتها انت عملت الغضروف. كان اول ماتش ساعتها 16 ديسمبر سنه 2002 زي ما قلت لك وديه مع الامارات. ده كان اول لقاء دولي ليك يا فتحي. انت بدات في المنتخبات من منتخب الشباب 19 سنه مع كابتن حسن شحاته. كاس الامم كان 2003. انتوا ساعتها عملتوا في البطوله لو انت فاكر. لا خدتوا البطوله بالظبط وطلعتوا على كاس العالم الشباب الامارات. اما كنتوا الجيل بتاعكم اللي لعب حد ماتش ارجنتين. احكي لي برضه على البطوله دي يا فتحي. انت راجل يعني انت قلت لك انت تجربه كبيره مع كاس العالم وكاس رغم زي ما قلت لك صغر سنك وزي كده ده الجيل بتاعكم. انت كنتش ساعتها اهلي ولا زمالك ومنها كمان كنت في المنتخب. يعني انت 2003 انت بتلعب البطولتين دول وانت كان اوريدي بتروح المنتخب الاول. والبطوله دي اعتقد برضو كانت عامله لك مشكله مع الاسماعيلي. كان عندكم نهائي افريقيا مع نيمبا. احكي لي بقى الدوشه دي كلها. لا كان عندنا نهائي افريقيا مع نيمبا وفي نفس الوقت احنا رايحين فيه كاس عالم. وكان طبعا يعني احنا يعني مش كاطفال يعني لسه صغيرين 19 سنه كلكم 19 سنه عايزين نلعب كاس عالم. مش عايزين يعني عايزين نلعب الاثنين بس يعني لما هتقول لي ده ولا ده اقول لك اروح كاس العالم طبيعي يعني. ساعتها بقى الباشمهندس ابراهيم عثمان خدنا انا وحسني تخش لوحدك. كنت عايز اقول لك انت كنت معاك حسني عبد ربه. بعد كده رحنا بقى اسماعيليه وكان في مشكله. وبعد كده رجعنا تاني بقى. وبعد كده لعبنا المنتخب طلعنا من الارجنتين ماتش 1-1. الماتش ده خلص هدف ذهبي 1-1. وبعد كده جولدن جول. جولدن جول. وبعد كده رجعنا بقى لعبنا النهائي على ارضنا بقى هنا. رجعتوا لعبتوا اللاج الثاني العوده. كسبنا 1-0 صح. الماتش ده كان خلص 2-0 للانيمبا هناك و1-0 هنا. وساعتها الاسماعيلي كان خسر افريقيا. كان ساعتها الاسماعيلي برضو لو انت فاكر انت كان في 2 في المنتخب وفي 3 موقوفين. كان يونس وسيد غالبا ومحمد محسن ابو جريش. محمد محسن فانت كان في 5 عمدان من الفرقه اوريدي. كانوا بره. كان ساعتها مستر بوكير معاكم لو انا مش غلطان. التاريخ ده كله بالنسبه لك يا جوكر الفتره بتاعت الاسماعيلي دي كلها وانتقالك بعد كده للمرحله اللي بعدها انت قدرت تحترف من الاسماعيلي. رحت شيفيلد بقى ساعتها. انا جالي ارسنال وانا بلعب في اسماعيلي كان سنه. احكي لي بقى على التجربه دي عشان انت عملت ده وشبيهه وان انت كان في شروط يا عيني ولو ما كانش حوار بقى رجليك من الاول كان زمانك دلوقتي في الارسنال. لا مش رجليا. انا لو كملت الماتشات الدوليه لو كنت لعبت ماتشات دوليه كتير كان سني صغير اصلا فلازم تعدي يعني 75% من الماتشات الدوليه وانا كنت لسه صغير. وبعد كده رحت اول مره وبعد كده رجعت وهم بدأوا يتابعوني تاني. جالي غضروف ساعتها فكلموني قالوا لي لازم تلعب منتخب واحد وفرقه واحده ما تلعبش هو فريق اول بس. انت ما شاء الله في اي حاجه رايح. ارزو فينجر ساعتها قال لي كده. وبعد كده رجعت تلعب كان البري سيزون بتاعهم. قضيت قد ايه هناك يا جوكر يعني فتره المعايشه انت عملتها هناك اول قعدت بقى اسبوعين. بعديها بقى قالوا لي ارسنال فينجر ساعتها وقف معايا وقال لي انت تحب تلعب معانا في ارسنال. قلت له مين ما يحبش يعني.
بس وبعد كده يوم ماتش مصر والكاميرون وتصفيات كاس عالم هنا كسبنا 3-2. 3-2. كنت انا ماضي العقد قبلها بيوم اصلا اوريدي خلاص يعني. انت كده المفروض على كلامك في الارسنال. انا خلاص انا مضيت العقد بلعب الماتش وماشي بعد الماتش. فوجئت بقى اللي في ماتش ودي في ماتش دولي ما كانت حاطه غلط من اتحاد الكوره فوقف الدنيا بس ما حصلش. كانش ليها حل يا جوكر بغض النظر، بغض دي اقدار يعني. ساعتها الدنيا ما كانتش زي دلوقتي والدنيا مش يعني مش سهله والرولز بتاعت انجلترا ما كانتش كان لا هم كانوا لا اللي يلعب دوري انجليزي ده لازم يكون لاعب منتخب وحتى لو صغير يعني. كنت ممكن ساعتها بقى يعني ممكن كنت رحت النادي مثلا فرنسا، رحت نادي اي نادي تاني. لسه لك برضه نفسك، هل كانت الفرصه المفروض على ارسنال يعني؟ اكيد هو ساعتها بقى ما سبحان الله يعني الدنيا قفلت كده فجاه يعني. ساعتها انت رحت من لا كملت بقى في الاسماعيلي. الاسماعيلي ما بقول لك كملت في الاسماعيلي على امل ان انا ممكن اروح تاني ولا كده. وبعد كده جت فرصه شيفيلد بقى. شيفيلد رحت شيفيلد بقى. كانوا عرا ولا كان بيع؟ كان انتقال. طب احكي لي على التجربه يا فتحي. رحت في شهر يناير. رحت يناير رحت في الشتاء. وكان انت عارف الدوري الانجليزي لازم يعني لما تروح من الاول وتحضر بري سيزون مع الفرقه بتبقى اسهل شويه. كان في صعوبه في الفكره بقى اللي انت تخش. كنت بلعب بس يعني كان فرقتنا بقى ساعتها شيفيلد يونايتد كنا هننزل درجه تشامبيونشيب، بنصارع اللي احنا هنهبط ولا هنكمل نفضل موجودين. شويه بقى لعبت كام ماتش ورا بعض كنت كويس جدا. وبعد كده بدا المدرب عايز يلعب الناس اللي عندها لعبت قبل كده في الدوري الانجليزي. واتغلبنا بقى اخر 6 ماتشات اتغلبناهم يعني. كنا محتاجين يعني. تقييمك للتجربه دي يا فتحي ان انت برضو احنا يعتبر قعدت نص موسم بس هناك. بص كل حاجه ما فيش حاجه انا جربتها ما استفدتش منها، لازم اكون استفدت منها يعني. انت ساعتها كنت يمكن من اصغر الناس بقى عندي خبرات شويه، حتى خبرات السفر عرفت اللي بيحصل. لا يعني اي تجربه جديده بتفتح مداركك لحاجات تانية كتير يعني. حتى مش دلوقتي اللي قدام يعني. حتى اللي ممكن شغلك بعد كده حسب الكارير انت هتاخده يعني. لا يعني انا شايف كل تجربه جديده مفيده يعني. طيب السؤال التقليدي برضه اللي بسأله الناس ساعتها، انت علاقتك بالتغذيه في المرحله دي مرعيب من مصري محلي عادي خالص النادي الاسماعيلي؟ ما اعتقدش كانت الثقافه هناك يعني متقدمه قوي لنقله بالدوري الانجليزي بالبريمير ليج. اكيد المعايير مختلفه والمقاييس مختلفه عند فتحي هناك وهنا. وعلاقتك انت بالتغذيه ساعتها اللي هي ممكن يكون اساس يمكن شغفي انا او كلامي معاك باستمرار. انا النهارده شايف لا فتحي ده شاب مختلف خالص. لا من زمان. لا هو في هناك من زمان كده، لكن نادي زي اللي انا كنت بحلم فيه في اي انديه في النادي في مصر. نادي متكامل تخش تدخل النادي ليك فطار الصبح، تروح الجيم تخلص الجيم تتمرن التمرين بتاعك الساعة 10 ولا 10 ونص، وبعد كده تخلص فيه غدا. السبلمنت بتاعك موجود. البروتين بتاعك موجود. من سنة كام بقى؟ من سنة 2007. انت كنت هناك في 2007. بقول لك بكلمك يعني من يعني حاجة من 17 15 سنة. 15 سنة. وده عادي جدا. وده برضو مش نادي قمة في الدوري الانجليزي يعني. نادي عادي جدا. عادي انت بتقول حاجة مصارع على الهبوط. بتبدا يومك العادي. انت برضو انا كل اللي كنت معاهم محترفين قالوا لي الجمله دي اللي هو نظريه اليوم الكامل، ان انا لازم بروح النادي من اول وجبه. ليه؟ في نادي وجبتين، فطار وبعد التمرين اللي هو الغدا يعني، وفي النص بيكون في 2 سيشنز او الحصتين، الجيم او الفتنس ايا كان والكوره نفسها. كل حاجه. ما اروح مثلا داخل الجيم الورقه بتاعتي محطوطه في فتحي هيعمل ايه النهارده؟ رقمي. انا كنت بلبس ساعتها 23 محطوط الرقم. اخد الورقه بتاعتي اشوف اللي انا بعمله في الجيم اعمله وخلاص. معاك انستراكشنز يعني البروجرام بتاع فتحي موجود. عارف النهارده ايه في رجله وايه في ظهره وايه في مش عارف ايه موبيليتي ايه اساتيك ايه كل حاجه محطوطه. هسالك سؤال ده عشان ده انا راقبتك فيه. انت من الناس اللي عندها روتين ثابت. انا مراقب. بص انا عشت معاك كتير. فانت في تسخين الماتش حركه الاساتيك انا حافظها. انت هتاخد الاستيك ازاي، هتعمل ايه، الموبيليتي بتاعت الحوض اللي بتعملها. الكلام ده اتعلمته بره ولا هنا؟ في الاثنين يعني. الحاجه اللي هتريحني اعملها قبل الماتش اعملها، مش هغيرها يعني. اصلا بقول لك انت من اللعيبه اللي هم اسطمبه. انا حافظك وحافظ بين الشوطين. فتحي ما ينفعش يخش الشوط لو لعب الشوط الاول هيخش الهاف تايم اوضه اللبس قلبين التلج هم عارفين. وربنا يحفظه الفخدتين والإليا والسمنتين لازم قلبين التلج يسيحوا عليهم. مساج تلج لحد ما يسيحوا يعني ال 15 دقيقه بتوع الريست.
تلج هو اتعود. في ناس في ناس تانية ما تعملش كده خالص. انا بقول لك دي روتين. هنسخن، فتحي لازم الاستك على الخط، هيعمل نوع معين كده من الموبيليتي بيعمله واكتيفيشن ما ينفعش ماتش ما يعملش كده. خلي بالك برضو انا عامل 5 عمليات فكتير يعني، عامل اكيلس و4 غضاريف، غير بقى يعني مزق في الاماميه، مزق في الخلفيه، مزق في الضمه، فانا عملت حاجات كتير قوي. طيب بس بداية تعاملك في التغذية كانت هناك في انجلترا يعني، او معلوماتك الشخص اللي انا شايفه النهارده فاهم ومدرك قيمة التغذية؟ بدأت بقى شويه بشويه بقى، بدأت تركز بقى في الاكل. ما كانش حاصل ده فترة الاسماعيلي ما اعتقدش ولا؟ لا كان حاصل. بجد؟ كان عندنا بوكير ده صعب جدا بجد والله. كان يقول لك ما ينفعش مثلا. انا عمري ما يعني ما بوكير ده لو حد مثلا بيشرب شيبسي، قصدي بياكل شيبسي ولا بيشرب كولا او كده كارثه. احلف الله. لا ممكن ما يلعبش الماتش، ممكن ما لا يلعبش اصل ده في ناس طيبين قوي في الكلام لا ده. ده ممكن ما يلعبش الماتش. وعنده مثلا مش عارف كان بقى، وكان يقول لك احسن تغذيه اللي قبل او عامه المكرونه مع الفراخ دايما. يقول لك اللحمه لا، ما اللحمه لا ما تاكلهاش صح، عشان فكره الهضم وطول وكذا كذا عامه. لا عامه في الحياه في طول الاسبوع هو مكرونه وفراخ وسلطه، سلطه او شوربه. اوكي. يقول لك الشوربه عشان ده مائي والسلطه دي مائي. انا عمري ما انسى كلامه، بص انا فاكر كلامه. فيقول لك حاجه من الاثنين، لا سلطه لا شوربه مع الاكل. واللي كان بيطبق ده كان مش فتحي، كان كل فرقه لا ده كان سيستم مع بوكير ده، وكنا كويسين جدا. كنت عايز اقول لك وده اللي كان ممكن بيطلع قماشه كويسه. لا احنا كنا كويسين ومعوش يعني. كان معظم الفرقه مشيت بقى سنه يعني الدوري، وبعد كده قعدنا سنتين بدا الفرقه كلها. كان بركات مشي، وبعد كده اسلام مشي كان كتير يعني، وطلع هو لعيبه تانية بقى صغيرين. لا وكنا معاهم، كنا عاملين كنا فرقه كويسه ساعتها يعني. والله انت يعني انا ما كانش عندي توقع ان في حد بيتكلم في التغذيه. لا هو كان شاطر جدا، هو كان دارس الحاجات دي يعني. اوكي. طلعت شيفيلد وانت قلت لي ان التجربه ما كانتش طويله. كملت، والتاني موسم انا كنت عايز اكمل بس نزلنا هبطوا الشامبيونشيب. وكنت عايز اكمل بقى، دخل بقى حوار بقى ايجنت وعايز يرجعني الزمالك وانا مش عايز ارجع لسه اسالك عليها بقى، اهلي ولا زمالك الليله الضلمه دي؟ ما انا بقول لك. وبعد كده الكلام ده كان موسم 2008. وبعد كده ممدوح عباس كلمني قال لي انت هترجع عشان ترجع المنتخب وعشان مش عارف ايه. وقلت له يعني مين اللي قالك انا عايز ارجع؟ انا مش عايز ارجع اصلا يعني. قال لي لا وخلاص احنا اتفقنا مع الايجنت. قلت له الايجنت زي ما انا بكلم الايجنت بتاعي وبيقول لي لا ما فيش الكلام ده. فطلع بقى الايجنت هو متفق معاه اصلا، وكان هيديله فلوس عشان ارجع الزمالك واصلا فوجئت هم اعلنوا. انت اول مره تقول الكلام ده على فكره. لا هو فوجئت اللي هم اعلنوا اصلا في الزمالك قلت له لا انا مش هرجع يعني. وبعد كده ممدوح عباس قال لي ساعتها، قال لي يعني انت يعني فتحي هو في شيفيلد في الفتره بتاعه 2007 اوريدي الايجنت بتاعه كان متفق مع الزمالك واوريدي ان هو مخلصه في الزمالك. غالبا انا يعني كنت بقعد مع رئيس النادي يقول لي الكلام ده. اوكي. وانت كلاعب ما اعرفش. ارجع الايجنت يقول لي لا. فعارف انت حوار كده يعني انا مش فاهمه في الاخر يعني. وايه اللي حاول يدفع للاهلي؟ لا ساعتها بقى باشمهندس عادل القيعي كلمني وبعد كده قال لي على المهندس لما ترجع مش عارف ايه. طب قلت له لا اصل لسه استخاره اشوف. قلت له ما كنتش حابب ارجع اصلا ومش عايز ارجع. وكان اصلا كمان المدرب بتاعنا اتغير، جه مدرب تاني وكان يعني شويه يعني مش ما بحبش الافارقه يعني عامه. كان الموضوع فيه شويه عنصريه. ف بس يعني ما وتحول الفكره من الزمالك للاهلي. وبس ورجعت بقى يعني. هو جه بس كان في مشكله قيد ساعتها المفروض. لما رجعت بقى القيد كان قفل اصلا. بعد كده قلت لهم لا انا مش عايز اقعد، انا عايز العب. انت كان اقترح عليك انك اقعد استنى فتح القيد. اكمل شهرين لغايه ما يفتح القيد. شهر واحد قلت لهم لا انا لازم العب، مش هقعد انا كده. فحصل بقى البريدج او يعني فكره لا انك مش بريدج بقى، انا كنت خلاص مضيت. انت مضيت اوريدي ورجعت الاهلي وبس. قلت لهم انا عايز العب. فكان الكويت الوحيده اللي فاتحه، فرحت بقى كازما الكويت. انت طلعت كازما بالظبط. بس لعبت معاهم الدوري هناك في كازما وكنا اول الدوري. انت لعبت هناك حوالي 21 ماتش، لعبت نص موسم هناك. نص موسم وكنا اول الدوري. ورئيس النادي قال لك هاتهولي بقى. لا ورئيس النادي قال لي ما احنا هنتكلم النادي الاهلي وخليك عشان احنا اول مره. جبت جوان في كازما على فكره. جبت جونين حلوين. جبت جوان في كازما. جبت جونين. عايزين نقول لاحمد حسن الصار انت بتجيب جوان عشان الموضوع لسه عايزين نتكلم فيه. بص الصار ما بيتكلم كتير. لا بقول له يا باشا بالشمال ده. انا بقول لك ده انا قعدت اعد لك الاجوان بالشمال ده. انت ما بتجيبش غير بالشمال يا راجل. الصار مره كنا بنلعب الكاميرون وبيشوط من بعد نص الملعب كده. قلت له انت بتعمل ايه؟ فوجئت الكره داخل الكره داخل جول في ماتش في افريقيا يا راجل. الكره داخل. قلت له هي لا صقر.
اصل هو كانوا يعني هم مفيش خطوتين وراح لقيته عامل الكوره كده عملت زي بند قدام، ولا بس عملت بند ودخلت. وزي قدام الكوره من بعيد جدا. هو يعني النوايا يا اخي احنا كنا لا الفرقه هو كمين ساعتها اللي كان وحش قوي. كمين اللي كانت ظروفه صعبه. راحت الكوره راحت دي خبطه طبه عملت بند ودخلت من فوقيه. لكن رجعت الاهلي. قلت لي انت فتره القيد وطلعت على كاظم بس، وبعد كده رجعت بقى الاهلي تاني. بدات بقى قعدت في الاهلي موسم الفتره الاولى 2008. اعتقد 7 سنين، من 8 ل 14 صح كده؟ احكي لي بقى انت اصلا جيت على افريقيا، يعني انتوا اول بطوله افريقيا مع مستر مان الجوزيه 2008 صح كده؟ لعبت النهائي بس بالظبط. جالي اكيلا ساعتها في اخر الموسم ولعبت النهائي فيه. لكن اول ما جيت الاهلي كنت بلبس 11 ولعبت اول 3 ماتشات زي الزفت. صريح قوي يا جوكر ما شاء الله. لا كنت وحش قوي جدا. وبعدين وانا الرقم اصلا حاسس انه غريب. مش توبي ده يا اخوانا. هو جاب مين اللي بيلبس 24 في الفرقه؟ انا بحب 24 يعني. فكان نانو بيلعب معانا. اوكي. قلت له وما كانش لعب بيه خالص، فقلت له ممكن تديهولي يعني انه عشان 11 دي مش راكبه معايا. قال لي هات انا مش فارق. اول ما لبست 24 جبت جون في المقاولين وبعد كده جون في الترسانه وبعد كده جبت جون ورا بعض بقى 3-4 جوان ورا بعض. بس بدات بقى الموسم لغايه ما جالي اكيلاس بقى في اخر الموسم ده. انت اخر موسم ده جات لك اصابه كانت تقيله. قعدت فيه بقى 9 شهور. رجعت على النهائي بقى بتاع افريقيا. دي كانت اول بطوله افريقيا ليك مع الاهلي صح كده؟ وكنت اوريدي واخد الدوري، يعتبر واخدين الدوري. فانت خدت انت بطولاتك انت متخيل مع الاهلي قد ايه ولا؟ على ذكر الاهلي يعني انت تاريخ معظمه كبير مع الاهلي. اصلا ما خسرتش ولا دوري مع الاهلي. انت عارف برضه حاجه صحيح، انت السنه الوحيده اللي لا ما اصل الاهلي خسر دوري وانت موجود في الفتره بتاعت الاهلي، بس سبحان الله انت كنت فين؟ انا كنت في قطر. يعني انت السنه الوحيده اللي خرجت فيها من الاهلي اعاره الاهلي خسر الدوري للزمالك 2015. 2015 يعني قعدت ادور وراك، انت ما فيش سنه كنت دوكيومنتد جوه ملعب الاهلي في التتش اللي خدت الدوري. 11 سنه. اول سنه لعبها مع الاسماعيلي دوري خدت الدوري. بالظبط كانت ساعتها 2002 2003. ف 11 دوري مع الاهلي. وصلنا الدوري الاخير اللي هو بتاع 2020. انا عايز اقول لك انا اخر صوره ليا معاك كان انا وانت والدرع في ماتش التتويج بالدوري. وده كان اخر ماتش ليك حتى ساعتها مع الاهلي. ولعبت الماتش انت كمان. لعبت الماتش بالظبط. بلعب سيرد باك. بالظبط لعبت مساك. وده على فكره دي فكره الجوكر. انت جوكر ان انا حضرك باك ليفت وباك رايت وستوبر وسيرد باك، ولو اتزنقت في جوانتي هنحط لك جوانتي وتلعب جول. انا نفسي اقف جون بقى. تقف كمان جول يا جوكر. انت جوكر ماسك 175 سم يا جوكر. مهم عادي بس ما العبش راس حربه. راس حربه صعب. كنت لسه بقول لك على فكره الالقاب في الاهلي. انت متخيل بقول لك انت ما فيش دوري خسرته الحمد لله مع الاهلي. السنه الوحيده اللي انت كنت فيها بره الاهلي اللي هي في الكويت كان الدوري ساعتها في الزمالك. قطر. كنت في قطر في المصلار صح 2015 بالظبط. عايزك بقى تبدا تحكي لي يا جوكر على فترتك في الاهلي. انت احكي لي بقى من 2007 وكل ما تتذكر انت من جيل ابو تريكه، عماد متعب، بركات، الجيل التاريخي للنادي الاهلي وبرضه الجيل التاريخي للمنتخب. عايزك بقى تحكي لي على الايرا دي من 2007 لفتره التوقف الكبير على الدوري حصل في 2012. دوريات واهداف وتاريخ كبير عمله الجوكر. ما هي فتره كلها حلوه يعني من احلى فتراتي صراحه. يعني خدت بطوله افريقيا، خدت دوري، خدت سوبر افريقي، خدت كونفدراليه، خدت مرتين او 3 احسن لاعب في مصر بالظبط. نفذت على احسن لاعب في افريقيا مع ابو تريكه ولاعب نيجيري سنه 2013. اول مره قابلت تريكه امتى؟ اول ما جيت النادي. تفتكر بلعب معاه في المنتخب بقى. اول مره قابلته انت ما تفتكرش حاجه معاه لما جيت الاهلي؟ لا قعدنا نهزر، احنا على طول بنهزر. انت وتريكه على طول. لا. طب بقيه العصابه كلها بقى ما بين سعد ما بين بركات ما بين لا وسعد ما كانش لسه معانا. اما طلع بركاته موجود، حسام اشوره. بص اللي علاقتي بيه لغايه دلوقتي يعني جامده. ابو تريكه بالنسبه لنا كلنا كان يعني قصه ما يعني عارف ما مالهاش نهايه. بص ابو تريكه برضو يعني في التعامل محترم يعني. بص انا لعبت كتير قوي مع ناس كتير قوي. اقول لي بقى حاجه بقى. ما هو يعني ما غالبا يعني في الكوره دي عشان تطلع 1 أو 2 صعب. دي كارثه. المجال بيكون الدنيا بتاخدك من الاخر. الدنيا بتاخدك بس لازم يبقى فيه. انا دايما في حياتي لازم يبقى فيه سنه يعني مش عشم. تليت لي من حد قبل كده في النادي الاهلي قال لي مفيش عشم في الكوره. قلت له يعني ايه مفيش عشم؟ قال لي لا يعني احنا اصحاب بره الكوره لكن في الشغل مفيش عشم. تليت لي من حد جامد يعني.
قلت له يعني ايه يعني؟ مين؟ طب مين ما لا يرميها؟ مش هينفع. ماشي. بص اصلا مش هينفع اقول لك كل الاسرار كلها، انا عندي اسرار كتيره انا جدا. بص، انا لا ما انا أنا اسمع عندي أسرار منك كتيرة النهارده جدا. انت كان في انا عندي اسرار كتيره جدا بس مش هينفع طب اقولها. ارمي لي حاجه. طيب صعب. وقال لي مفيش عشاء. قلت له يعني ايه؟ قلت له يعني ايه مفيش عشاء؟ قلت له لازم يبقى في حتى سنه، يعني لازم. مش هقول لك، انا مش هقول لك اللي انت اصحاب اشقه يعني. بص يعني مثلا الدكتور عبد الرحمن ما انا عاشرته كتير، في سنه كده يعني خاطر كده، يعني اعمل لك خاطر اعرف اتدلع عليه. تدلع عليه. مش دلع برضه، مش هقول لك اللي انت بس لازم يبقى ايه، لا ده احمد ده كذا، لا ده احمد ما ينفعش كذا، حقيقي. يعني تبقى جنبه. مش هقول لك اللي انت يعني تاخد حق تاني، حد حق تاني، بس لا يعني لازم تبقى كير عليه شويه يعني. اكيد. لكن دي من الحاجات يعني اللي عمري ما انساها في حياتي يعني، اتقالت لي يعني. وانت بالنسبه لك الوحيد اللي في الزون دي هو ابو تريكه؟ ابو تريكه يعني ما شفتش حاجه منه وحشه الصراحه. على ذكر انت قلت اللعيب بالنسبه لك مهم، انت عدى في حياتك مدربين كتير منهم الاجانب ومنهم المصريين. لو هبدا بالمحطات المصريه، مين اللي يعني فتحي يقول لك لا ده ابويا في الكوره؟ كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته قولا واحدا. طبعا. طب كابتن محسن صالح. وكابتن محسن صالح طبعا، يعني هو اول واحد طلعني برضه. انا ده اللي كنت سالك عليه. كابتن حسن عشان احنا قعدنا مع بعض كتير يعني. بس انت كنت زعلان منه في توت الامه زي ما انت قلت، ومقير منه منه. او دي معاتبه كده يعني. يا راجل ده انت قعدت مقير ما بتكلموش. هو 2006 انت متخيل ما خلصت يعني لعبنا ماتش المغرب كان عندهم هاف ليفت كده جامد، فهو راح قعد لاعب بركات قدام وقعد ابو تريكه احتياطي. وانا لعبت الماتش كنت كويس يعني دفاعيا كويس. الكره اتلعبت لي مع احمد حسن ضيعتها. انا حتى لما شفتها بص بعد العمر ده كله، فلما شفتها قلت ايه ده؟ انت ضيعتها زي سكرتك. وليه احمد عملتها كده؟ ضيعتها ازاي يعني؟ انت حطيتها مش عارف انا عايز احطها كده ليه، ما احطها ببطن رجليا وخلاص ولا بوش رجليا حتى. وبعدين انا لما شفتها تاني مع احمد، يعني كنا في البرنامج مع حسن، قلت ايه ده ليه كده يا احمد يا حبيبي؟ طب ما تحطها عادي. عادي ما تحطها عادي. بس فما بين الشوطين مسكني يا دكتور نفخني ربع ساعه غالبا، يعني ال11 لعيبه قاعدين، انا الوحيد اللي بيتكلم عليا بس. ومش عارف احنا من سنه 86 ما كسبناش المغرب، من ساعه جون الكابتن طاهر ابو زيد، وايه وانت كنت حاطط الجون ده وكنا زماننا صعدنا، وايه يا عم يعني. انا قاعد بسمع الكلام، انا مش متخيل، مش مدرك الوضع. لا الكارثه اللي عملتها. لا انا عارف ما عملش كارثه. انا بقول بقى ايه الكارثه اللي عملتها. لا انا عملوا له هو في ايه يعني. فبعدين قال لي ابو تريكه هيسخن، وانت عقبال ما يسخن 5 دقايق وهيتغير. بدات الشوط الثاني يكون ماشي كويس بالظبط 5 6 7 دقايق وراح مغيرني. بعدين ما لعبتش خالص بقى خالص لحد النهائي. لغايه النهائي بقى. النهائي بقى انا بصلي انا وابو تريكه الفجر. كنا بننزل ونصلي مع بعض. فبعدين قلت له ابو تريكه انا هلعب النهارده ان شاء الله. فكالعاده يعني هتلعب ازاي؟ التشكيل محطوط وبتاع. قلت له والله هلعب النهارده. قال لي يعني تلعب؟ قلت له هتشوف. قلت له بص بقى يعني الدنيا هتتشقلب، انا هلعب هنزل، ما تقوليش بقى ليه وازاي. قال لي يعني ايه؟ انا قلت له هتشوف الماتش هنلعب ونشوف. قلت له بس هلعب ان شاء الله. 10 دقايق ابو تريكه الجمعه كان عنده مسجد وانا لعبت وانا كنتش. هو كابتن حسن احمد سيد سخن وحسن مصطفى مش عارف مين لا واينو مش عارف ومين 3 4 وانا ما سخنتش. فجاه بيقول لي سخن. اول ما قال لي سخن انا عارف ان انا نازل يعني. انت متخيل؟ و10 دقايق ونزلت لعبت الماتش كله يعني، ولعبت سردباك. لا وهي ما كنتش لاعب مساك. لاعب مساك في ماتش يعني ضرب نار. ماتش ضرب نار. وبلعب وانا فرحان برضو. بلعب ده وانا فرحان. ده كان كابتن حسن. انت برضو لاعبين من كابتن حسن كاس الامم وانتوا شباب صح كده 2003. كسبنا البطوله معاه. وبعد كده كاس عالم صح كده. مين تاني من المدربين ممكن يكون كان بالنسبه لك بصمه حتى لو اجنبي؟ انت عشت مع ناس كتير. مانويل جوزيه وكوبر. مستر كوبر. انت لعبت معاه التصفيات كلها تقريبا بتاعت كاس العالم. لعبت انا مستر كوبر انا رحت معاه اول معسكر تنزانيا. كان اول ماتش ليه هو يمسكه، وقعدت سنه ما روحتش المنتخب. صح. كنت هتجنن. وانا بالنسبه لي ما اروحش المنتخب دي كان بالنسبه لي كارثه. رجعت خدني على ماتش تنزانيا العوده تخيل سنه. وكان الماتش بقى تنزانيا اصلا حر ورطوبه وده كان اول ماتش ليا. وكان اللي بيلعب مش عارف مين كان بيلعب ساعتها وانا هلعب الماتش والجو نار.
انا قلت بس الماتش ده ايه هيخلص عليا. في حاجات كده فترات في حياتي اعرف الماتش ده لا يخلص عليا لا هيخليني اكمل. ولعبت عملت ماتش كويس قوي كسبنا 2-0 وعملت ماتش كويس قوي. وبعد كده هو كنت يعني قابلني كده وشي في وشه. هو ما بيسلمش عليا يعني مش بيسلمش عليا هو ما بيكلمنيش اصلا يعني يعدي كده وانا بعدي. يمكن عدته ولا لا هو عدته هو كان شخصيه كده وهو ايه كنا احنا بقى انا بقالي سنه ما بروحش فانا ايه طبعا انا مش في دماغي انا لعبت الماتش وخلاص يعني وقلت بقى اجي رحت وما رحتش بقى. بدات بقى من الماتش ده اروح لغايه بعد ماتش غانا هنا 2-0 تصفية كاس عالم. بعدين بقى راح مسلم عليا لقيته مسلم عليا وحاضني بقى بعد الماتش. بس ده في الاخر لا كان في الاول احنا لعبنا اول ماتش كان الكونغو صح ما لعبتوش انا عمر جابر اللي لعب الماتش ده. تاني ماتش كان غانا بقى بدات العب انا بقى بعد كده يعني بعد كده انت كاس عالم بقى. لعبت بقى التصفيات ولعبت كاس عالم ولعبت بطوله 2017 الجابون انت برضو كنت لاعب البطوله. هو جابني قبل ماتش المغرب عمل معايا اجتماع قال لي انا اول مره في حياتي الاعب حد في 3 مراكز في ماتش واحد او في بطوله واحده. يعني انا عمري ما عملتها. قال لي انا لاعب حد في مركزين ماشي لكن انا العبه في 3 مراكز دي عمري ما عملتها في حياتي. مين اللي طلع الجوكر دي؟ خلي بالك كنت بكره الاسم ده يا راجل والله العظيم. اشمعنى؟ ما كنتش بحبه من باب التفاؤل والتشاؤم يعني. لا ما كنتش بحبه. حد يقول لي جوكر ما كنتش بقى يعني ما بس احنا النهارده مفيش غير الجوكر تقريبا. خلاص بقى زي الباكرات برضو مركز باكرات ده انا ما كنتش بحبه. انت بادئ انت كنت بادئ اصلا في ديفندر في وسط الملعب. وخلاص يعني. طب مين كانت جايه منين الجوكر لو تفتكر؟ مش فاكر الصراحه يعني بس غالبا يعني وانا بلعب في الاهلي يعني. انا هي كانت في الاهلي اصل قصدي كان جمهور كان لعيب زميلك كان مدرب. لا مش فاكر تفتكرش؟ لا بس هي طلعت عليا ممكن بقى في الاعلام لكن كنت بكره حد يقول لي جوكر كنت بكره يعني طب مشيها فتحي ولا جوكر؟ لا ما خلاص بقى كنت بقى زمان ما زي باك رايت كنت بكرهها زمان برضه بس يعني خلاص. على ذكر برضه اللحظات المهمه انت موضوع الاجوان انت كان بالنسبه لك في كميه اجوان تعتبر يعني مؤثره رغم قلتها. يعني انت فتحي احنا بنتكلم في اكتر من 500 ماتش يا فتحي. احنا بنتكلم في حوالي 500 حاجه و50 ماتش تمام منهم حوالي بتاع 36 37 جون نصهم حرفيا مؤثرين. وعلى راجل باك رايت او راجل حسه التهديفي المفروض ان هو مش الوظيفه الاولى بتاعته التهديف. تفتكر مين فيهم يا فتحي؟ يعني انا اقول لك لو هاجي اذكرك بنقط منهم مثلا جون الجيش. لا ما انا الجيش بحبه المصري نهائي الجيش ده انت حاسم بيه دوري. يعني انت الاسماعيلي هناك الناحيه الثانيه مخلص ماتشه كسبان وانت لازم يقول انت راح منك الدوري. والمصري برضو ما كاس مصر وده كان اول كاس مصر الاهلي من 10 سنين من 10 سنين وده الوقت الكاس الوحيد انت خرجت بيه من الاهلي يعني. يعني ده الكاس الوحيد او في واحد تاني انت خدت 2 كاس مصر مع الاهلي. خدت 2 كاس مع الاهلي ولا واحد؟ نبص في غالبا واحد. لا كاس واحد صدق هو بتاع 2019 المصري. تخيل انت الوحيد. انا في حياتي ما خدتش غير كاس واحد. يعني انت واخد مع الاهلي حوالي 20 بطوله منهم 11 دوري والاربعه افريقيا اللي احنا خدناهم انت كان اخرهم برضو بتاعت مستر فايلر. كونفدراليه انت كنت برضو موجود في جزء منها. في 3 سوبر افريقي 3 سوبر افريقي و2 سوبر محلي. فتاريخ غير كاس عالم انديه انت واخد برضو واخد برونزيه صح؟ لا انت انت كنت مشيت صح. احنا رحنا احنا كاس العالم بعد بطوله افريقيا. برونزيتي تعتبر يعني مش بطوله ولا حاجه يعني بس يعني تبقى انا رحت يا عم كاس عالم. عيب انت بقيت كمان تقول لي عيب ما انا بنتمحك في البطوله. لا يعني لو حد قال لي خد برونزيه مبروك اقول له مبروك على ايه يعني. بس كانت بطوله لطيفه اللي واحد بيسعى لها برضه يا جوكر. بس انا موضوع البرونزيه ده يعني حتى وانا موجود يعني وقال لي هاخد برونزيه اقول له لا يعني ما انت طول عمرك. انا ما بص يعني حد يقول لي مبروك لما اخد بطوله غير كده يعني لا يعني ما... طيب زي بقول لك على ذكر الاهداف دي هو مثلا جيش ولا ماتش المصري ولا مثلا جول الاسماعيلي؟ انا بحب المصري. جول الاسماعيلي 3-1 بس الماتش كان خساره بس كان جولك جامد بصراحه. لا انا جبت جوان كتير مع اهلي حلوه يعني كتير يعني. ماتش الترجي جبت جون 2-1 في اللي هو السيمي فاينل. ده كان الاهلي خسروا بس في النهايه بس انت برضه كنت جايب جون رصاصه برضه ابو تريكه ساد لك الكره وانت في الدقيقه وهات ده من احلى جوان. صحيح الماتش في النهايه قلب غمه بس مش مشكله يعني. بس ده من احلى جوان بالنسبه لك ده ولا المغرب ولا قصدي اسف الطرائع ولا لا اي جون شوطه يعني. كان ليك ماتش انت عارف انت ليك كام جون في الزمالك؟ 2 واحد في دوري وواحد في افريقيا. مين فيهم عملت يعني احلى 2 عاديين الصراحه. كره خبطت في كره خبطت جات لك انت انفراد اني واحد ما هي دي بس انا دي اصلا كان يعني كنت لعيبه لفلافي وهو لو عملها لي من الاول جون او فلافي شاط
او شاط انا كنت بكمل اللي هو يلعبها لي، فلما جات لي بقى رحت حاططها. خبطت وجات لك سبحان الله، خبطت بس وجات ده لك. اول ماتش ليه اهلي وزمالك بالظبط، ده كان اول ده قمه اول ليك. ماتش ليه اهلي وزمالك. وجبت بقى في افريقيا فيهم في ماتش 4-2. ماتش 4-2 عملت الماتش ده، عملت جونين وجبت جون. بعد الفتره دي كلها انت تقريبا بنتكلم في 7 سنين لحد فتره الثوره. برضه وقف الدوري شويه، بعد كده اتلغى الدوري. بس يعني ساعتها بقى لعبنا خدنا 2012 2013 ورا بعض من غير دوري. ده افريقيا من غير دوري. أفريقيا. بس انت رحت مسافر ساعتها، انت خرجت رحت في مره تانية بقى. رحت مرة اعاره هال سيتي 6 شهور وصعدنا معاهم. كنت انت ومين؟ انا وجدو. بالظبط، كنت كان أنا محمد وجدو. اللي بيلعب هناك اصلا، وصعدنا معاهم. ورجعت انا بقى تاني، جدو بقى نكمل بس. انت رجعت وجدو قعد 6 شهور بس زياده. رجعت انا بقى 2013 خدنا بطولة افريقيا بقى مع كان رجعت على بالظبط، رجعت على 2013. دي من احلى بطولات هنا دي انت كنت ادائك فيها الله اكبر يعني. لا دي انا عملت كنت نافس فيها على احسن لاعب في افريقيا. دي نافست بقى مع ابو تريكة على احسن لاعب في افريقيا، خدت الثالث ساعتها. الفتره بتاعت احداث بورسعيد يا جوك، انت حضرت الاحداث. يعني دي من اصعب بقى فترات في الكوره هي دي. انت كنت اوريدي موجود بقى في الماتش. كنت موجود في الماتش. تفتكر معايا اليوم ده؟ ويوم من اوله كده يعني احنا رايحين الاستاد بتحس ما فيش حد بيعمل. احنا دايما بنتضرب هناك قبل ما نروح الاستاد. ده التقليد العادي يعني، ما عمرنا ما ضربناش بقى المره دي يا راجل. والله يعني اليوم ده كان غير اعتيادي بالنسبه لنا. رايحين الاستاد وما فيش حاجه خالص. بس اول ما نزلنا بقى بدأ الصواريخ تتحدف علينا في الملعب. ودي كانت غريبه شويه. اول ماتش واحنا بنلعبه كان غريب شويه. لا، اللي كان خسران جامد اصلا كمان. احنا كنا كاسبين 1-0. انا عامل الجون. انا قصدي في ترتيب الدوري انت كان لا كنا التاني ولا حاجه. وبعد كده بدأ بقى شويه كده الجمهور ينزل ويطلع واحنا بنلعب. شويه ما حد يجيب جون تلاقي الجمهور كله نزل. لا هو الماتش كان غريب. كان يوم صعب عليكم بصراحه. يوم صعب بقى واللي حصل جوه بقى واللي حصل بعد كده واللي بعد ما عرفنا اللي في ناس بتموت. لا الموضوع كان يعني لا يعني كان بيحكي ابو تريكة ان الموضوع بالنسبه له كان يعني. خلي بالك ابو تريكة كان برضو شاف ناس حالات بتموت. احنا كنا قاعدين الناحيه التانية فغالبا ما شفناهاش ولا كانوا بره. بس يعني لا يعني الموضوع كان صعب. الموضوع صعب مش. ساعتها انتوا حتى رجعتوا طيران اعتقد، ما رجعتوا يعني رجعتوا بطياره حربيه تقريبا، او موضوع رجوعكم القاهره كان مش هين يعني. والله انا ما فاكر رجعنا ازاي تصدق بالله والله العظيم. يعني في حاجات كده مش فاكرها خالص. هي كانت احداث صعبه كلها، حتى زي ما قلت لك ساعتها الدوري والنشاط كله وقف، والاهلي بس كمل عشان افريقيا وهو الزمالك. مشكلة في الناس ما في الاخر ده رايحين نلعب كوره يعني الناس تموت يعني. لا مش موضوع يعني مش حلو يعني. ما كانت طلعت على هال. رحت بقى هال سيتي ساعتها 6 شهور ورجعت تاني بقى. الفتره دي برضو بالنسبه لك كانت مثمره، لان برضو المده الزمنيه كانت قصيره والمشاركه كانت مش كبيره مش كتيره. لا ما ساعتها كان محمدي اللي بيلعب وانا كنت رايح المفروض هلعب شويه. هو الراجل بيحب المحمدي جدا بدأ يلعبه هو على طول، وانا اصلا كنت رايح العب في نص الملعب مش رايح العب باك رايت. اوكي. بس بقى يعني شويه بقى لغايه ما لعبت في الاخر شويه، بس يعني ما كانتش برضه. ما تعتبرهاش تجربه موفقه بالنسبه لك؟ لا رجعت منها برضو تاني على الاهلي بقى الفتره، بس برضو كان فيها بعد كده القطر، يعني انت طلعت برضو منها. رحت بقى سنه قطر وبعد كده رجعت الاهلي تاني. كنت انا ماضي 3 سنين هناك، وبعد كده الكابتن علاء صادق كلمني قال لي احنا عايزينك تاني ومش عارف ايه. انت رحت قطر بيع، ما كانش بيع. لا كنت انا فري اصلا. كنت انت فري. بس حتى سبت فلوس لي في النادي هناك وبتاع عشان ارجع النادي ورجعت يعني. رجعت بقى قعدت الفتره التانية اللي هي من 15 لحد 2020. انت خدت بالك ان الفترتين الدوري ما اتقطعش فيهم؟ انت لما رجعت الفتره الاولى او بدات الفتره الاولى هم الدوريات متتاليه، الفتره الثانيه برضه الله اكبر من 15 ل 20 الدوريات متتاليه. بس حصل بقى ساعتها بقى فتره الدروب الكبيره في افريقيا. الاهلي ساعتها كان هو بعد بطوله 13 ما كانش في افريقيا خالص لغايه ما اخر سنه بقى اللي انا مشيت فيها دي اللي 2020. الفترتين بتوع افريقيا جوكر برضو عدى عليك ازاي؟ اللي هو نهايات الوداد والترجي والمشاكل اللي كانت حاصله فيهم، صعوبه الفترتين دول واحده اكتر من نهائي الاهلي يخسروا، انت تقابلنا كل البطوله لمسه مش صعوبه بس يعني ما هل جيل الاهلي كان ساعتها فعلا مش الكفء زي السابق الفتره بتاعت 2013؟ لا بس بص النهائيات دايما ممكن تغلب ممكن تكسب، هي كرة كده.
لكن يعني انت وصلت نهائي مرتين ودي حاجه كويسه. ده حقيقي. تتغلب بقى تكسب ده توفيق من عند ربنا، لكن انت عملت كل حاجه صح، وصلت للنهائي واتغلبت عادي توفيق. مش ما بعد كده كسبتها مرتين ورا بعض وبعد كده اتغلبت مره وبعد كده كسبت واحده، فاهم قصدي؟ هي كوره كده. مش على مدار مش الرحله دي برضه يا جوكر، انت دلوقتي في الاهلي بنقول بقى لنا سنين اهو، داخل في 10 سنين او 11 سنه كمان، اعتقد السنه ال 12 كمان الفاينل. يعني الفتره دي بدات تتطور بفهمك انت في التغذيه، ايفن حتى اداء النادي في النقطه دي. الفتره دي كانت بالنسبه لك ايه يعني؟ حتى خلينا نقول الفتره الثانيه اللي هي من 2015 ل 20 وبدات تعاملنا احنا في اخر موسم في النادي الاهلي. الفتره دي بالنسبه لك الموضوع اتطور ازاي؟ لا بقيت اشوف لعيب هو بيسال عبد الرحمن هو الاكل ايه وكذا. ما هو بقى طبيعي. لا حصل لنا مثلا كنا في المنتخب غالبا، لا في النادي كان ليندمان ساعتها عمل لنا دي ان ايه. بس ليندمان انا ده اللي كنت اسالك عليه. انا كان احتكاكي بارث ليندمان، انا جيت على الارث هو بتاع بقى ليندمان. عمل لنا كل واحد بقى الدي ان ايه، فكل واحد بدا يعرف بقى ياكل ايه ويشرب ايه وايه اللي عنده وايه الملاحظات وايه اللي في التمرين ممكن ياخده، ممكن التحمل البدني ولا السرعات اني واحد احسن. طلع الحاجات دي فعلا انت هي دي اللي عندك. يعني في ناس عندها التحمل والسرعات هو فتلاقيه فعلا هو عادي بيخدم في القطاعين بالظبط. أيوة. بالظبط. وده اللي كنت عايز اقول لك. انا يعني انا لما جيت استلمت الفرقه ببص لقيت فايلات كتيره جدا وهي ما بتستخدمش. ما سالت حد دكتور خالد قال لك ده كانت عملت وقت معسكر الاعداد بتاع ليندمان، كنت في اسبانيا. احسن حاجات اتعملت دي الصراحه. وبالظبط. وبعد كده انت تعرف منها داتا كتيره جدا. وكل لعيب استفاد على نطاق ان انت انا عندي كل واحد اصلا ساعتها بيعرف هو جسمه. يعني انت اوريدي وانت ماشي مع الاكل الطبيعي في حاجات هي فعلا بتعمل لك خلل وانت بتاكلها. لما بقى عملت الدي ان ايه عناصر الفيتامينات بتاعتك. النهارده انا بقيت بتكلم مع يعني انا لو قعدت اتكلم مع ناس على البروتوكول بتاع فتحي، انا بشوف بس فتحي في النادي عندي لازم اول حاجه يا فتحي الفيتامين بي. هو عند الجرعه بتاعتنا الفيتاسبرين عبد الرحمن هو احنا حافظين الحاجه بتاعته هتتاخد ازاي. خلي بالك انا لغايه فتره كبيره ما كنتش باخد اي فيتامينز خالص. لغايه مثلا عندي 33 سنه ولا انا قابلتك على شغلنا ده، كنت انت اوريدي معدي 33. زي بقول لك كنتش باخد حاجه خالص. الفيتامين يتحط يعني الاوميجا يتحط الكذا. اللي كان قايل لي برضو لازم تاخد الحاجات دي حسين عبد الدايم. كابتن حسين برضه الفتره بتاعته في الاهلي كانت يمكن مش طويله بس كانت مؤثره، كانت الناس كلها بتتكلم عنه كويس. حسين من احسن الناس اللي عملت معاهم في الشغل ولغايه دلوقتي. يعني لغايه دلوقتي هو عارف مثلا طبيعه جسمي انا ايه، انا محتاج ايه مش محتاج ايه، يقول لي اعمل كذا. حتى في الجيم انا ساعات اخش كده يعني ايه افضل اعك اكون متضايق لكن هو لا يعني هو لا يديك حاجات كده بس تحس ان هي بتفرق معاك. اشتغلنا فتره لطيفه الفتره بتاعت الاهلي ومن بعدها برضه بيراميدز. بدات تفهم يعني فتحي يعني الاكل بتاعه برضه عاداتك لان كل لعيب بيختلف. يعني مثلا ايوه انت كنت بتديني مثلا وجبات كبيره جدا. لقيت ان فتحي عبد الرحمن بص كلامك على راسي بس انا مش اكول. انا يعني حتى لو انت بتقول ده كويس انا مش هقدر اخد ده كله فعلا. انا يا كابتن فتحي طب ما احنا احتياجاتنا وكذا في النهايه. لا هو ممكن يكون الكتاب قايل ان مثلا احمد فتحي محتاج اكس من الاكل، بس هو فعلا على مدار عاداته وعمره هو مش الشخص اللي يقدر ياكل الكوانتيتي الكبيره. بدات انا بقى ابجريد نفسي. لا حاولت يعني تظبط البلان على برضو استطاعت فتحي. يعني برضو مش لازم الكتاب يتنفذ بالحرف. لا انا دايما في اي حاجه دايما في الكوره او في اي حاجه في الدنيا كل واحد مختلف عن التاني. يعني انا عندي حاجات كتيره جدا بس احمد غير دكتور عبد الرحمن غير محمد غير علي. كل واحد بياخد اللي هو محتاجه. وكل واحد جسمه مختلف، كل واحد طاقته مختلفه. وفي ناس اصلا ما بتنامش بدري، في ناس بتنام بدري، في ناس كذا، فكل ده بيأثر. يعني مثلا فتحي عمره يطلب في الفطار اكتر من بيضه. يعني تخش يقول لك هو بيضه عيونه وتقلبها ليش. ايوه فاهم. فانا حتى حفظت اوردراته. فانت بس انت ممكن تيجي تنتقد الكميه دي فحاول اظبطها انا معاه في حاجه تاني. طب ظبط في بروتينات مثلا من عنصر تاني. ممكن ياكل جبنه اوكي، ممكن ياكل حته توست اوكي، شويه فول ماشي فاهم. فتحاول ياخد سبلمنت معاك يدخل في الغداء يظبط اكتر. بس انت برضو ما تقدرش تنشق قوي او يعني تشطح بره احتياجاته او بره ان هو مش هيقدر ياكل كميه اكل كبيره حتى لو انت مقتنع بكده. يمكن برضو الفاكهه، انت من الناس اللي بتحب الفاكهه جدا جدا جدا. فتبدا تظبط على اللعيب بتاعك. وكان فكره الدي ان ايه وفرقها معانا جدا فكره برضو البرفورمانس بتاعك. يعني فتحي من الناس اللي هي الريكفري عندها برضو كان بيحتاج شغل.
الناس الريكفري عندها بيحتاج شويه، عشان كده لا كان انا لازم يومين. تلج، المساج، الساونا وي فبرضه عشان كده بقول لك انا يخش يمسك التلج على رجليه بين الشوطين لحد ما القلبين دول يدوبوا ميه يبقوا سايحين. ايه تاني يا صديقي؟ الاجوان الدولي بالنسبه لك، يعني احنا بنتكلم على واحد من اكتر اللعيبه اللي مثلت مصر دوليه، احنا بنتكلم على 100 كام و30 ماتش. لا 136 137. 100 انا عددهم 134. انت دايما بتخم يا جوكر. لا انا بقول لك انا بديك كذا رقم. لا انا عددهم 134. انا بقول لك هديك كذا رقم لكن منهم 5 افريقيا، 5 كاس3 بطل يعني 2004 و2006 بطل و8 و10 بطل، ثم الجابون 2017 وصلت النهائي برضو بالظبط النهائي. طبعا كان حظنا وحش ماتش الكاميرون دي. كاس قارات والاولمبياد. عايزك تحكي لي عن الاثنين دول بقى، عشان دول سبيشال جدا، يعني دول اللي بيفرقوك يمكن على لعيبه كتير. ممكن تكون لعبه دولي، ممكن يكون لاعب كاس عالم وكاس وكل حاجه، صحش اولمبيكس. لا ما راحش. لا انا وانت كنت في الجيل بتاع صلاح. كنت محظوظ لو اروح معاهم الصراحه، يعني هو كان جيل كويس، كنا ممكن نبعد اكتر من كده بس اتغلبنا من اليابان ساعتها. عملتوا بطوله قويه قوي، لعبتوا عديتوا الدور الاول وصلتوا. لعبنا البرازيل اول ماتش بالظبط. خسرنا 3-2 وبعد كده لعبنا نيوزيلندا تعادلنا 0-0 وبعد كده بيلاروسيا كسبتوا وصعدتوا تاني مجموعه. صعدنا لعبنا اليابان بقى. بس اليابان يعني ما كانش ماتش وحش بس يعني اتغلبنا، يعني ما كناش محظوظين فيه شويه. كاس القارات البطوله العظيمه اللي عملتوها مع كابتن حسن 2009 دي بطوله برضو من البطولات الحلوه جدا، بس يعني ماتش امريكا ما كانش احسن حاجه، بس اتصاب مننا ناس كتيره في ماتش امريكا قبلها. هو كان مظلم يا جوكر، الماتش كان مظلم. انا مصاب ايه يا عم؟ ما فيش لعيب كان ماشي صح. هو بس قبليها كان ابو تريكه مصاب ومش عارف مين مصاب ومش عارف عندنا مين في الديفنس مصاب. لا يعني احنا ما كناش محظوظين الماتش ده، بس يعني بس خلي بالك ماتش البرازيل كان ممكن يطلع مع 3-3 مش 4-3 يعني. انا فاهمك، بس ما هو النصيب سبحان الله. انت الجول الاخير ما اعرفش دي جت ازاي. والله ما عرفت اتواجدت هناك ازاي. هو اول مره اصلا يعني ما في يرجع يعني يرجع للشاشه، ما كانش فيه ولا فار ولا الكلام ده. دي شاشه كانت ساعتها اول مره يختاروا الكلام ده اول مره ده. يعني حاجه غريبه جدا، بس يعني هو المحمدي سبب. هو السبب محمدي. يعني هو كان ماسك لوسيو وانا كنت ماسك جوان السيرد، وبعد كده قلت له هتمسكه عشان هو طويل، قلت له هتمسكه ولا قلت له عادي انا ممكن اطلع عادي، قلت له بس اهم حاجه ما ياخدش الكوره. فقال لي لا خلاص همسكه. قلت له طيب ماشي. الكوره بتتلعب في الهوا، راح سايبه وراح مسك وقف جنب الحضري مسك العرض. مش عارف انا ليه، انا اصلا استغربته عامل كده ليه، بيأمن عرضته يا اخي، وراح عاملها بايده. قلت له يا ابني ايه اللي قلت له حبيبي ده انت لو طلعت معاه مش هيحطها كده. قلت له ده كان طالع لوحده خالص، ملناش نصيب يعني. لو جيت اقول لك احلى بطوله انت ليك ذكرى فيها انت، يعني الخمسه كاس انا 2010 بالنسبه لي احلى بالنسبه لي كشخص يعني، رغم انت في جون في 2008 بس بتاع كوت ديفوار ده، بس عملنا يعني كفرقه بقى عملنا بطوله اجمد كانت 2008. ولو اقول لك اغلى بطوله ليك في الاهلي؟ كلهم حلوين يعني، بس يعني ممكن اقول لك بطوله الدوري بتاعت اللي انا حطيت فيها جون الجيش وبطوله ده 2000 بطوله الكاس برضه 2007 2007 والكاس بتاع 17 دول دول يمكن علامتين فارقين جدا في تاريخ احمد فتحي. لا يعني مش علامتين فارقين يعني، بس يعني في الاخر صمت ظهرا وتحدث هدف. بس يعني عشان دايما الناس بعد كده هتفتكر الاجوان، يعني خلي بالك ما انت عندك 20 بطوله ولا 25 بطوله بس بتفتكر الاهداف يعني. بس الوش الخارجي بقى عشان كابتن احمد حسن وش رجلك الخارجي فعلا احسن من ابو تريكه. انا دي وجهه نظري لكن ما مش وجهه نظرك، انا عايز اعرف ايه. اديني اماره. في ناس بتزعل ما شفتلكش منه جون ولا شفتلكش منه باصه. لا ده لسه جايب جون في ودي. ماشي عملنا بالود ده، ما انا حافظ الود بتاعك، ما انا كنت قاعد جنبك وبتفرج. باصه لا انا بصيت كتير على الباصات، ما باصات كتير، في حاجات هتيجي وفي حاجات مش هتيجي يعني. بس انا بص خلي بالك انا البوزيشن بتاعي غير ابو تريكه يعني. لا ابو تريكه انت يا راجل بيلعب تحت رؤوس الحربه، فطبيعي اللي هو يلعب بالاثنين. قلت له في الاخر انا بلعب باك رايت. اي باك رايت بس انت بالخارجي ليه احسن من ابو تريكه في الوش الخارجي. انا عامل السرول ابو تريكه اللي عمل فيها الاوفر كان بالخارجي بماتش البرازيل صح ماشي. ما كان ده بالخارجي واحده ما هو واحده ما فين، ما هو ممكن ما تجيش حاجات تانية كتير، ما عشان حاجه تفتكرها
لازم تبقى فيه على زي ماتش الجيش كده. انت قلت لي ده احسن اجوانك ليه؟ ماتش الجيش عشان انت الولد لعبنا بعد كده خدنا بيه الدوري بالشمال وبص في خدنا بيه الدقيقه. الدوري. لكن انا من سبب من عمليات كتير بقيتش العب بيه اصلا يعني. انا عملت لو جيت اقول لك دلوقتي انت باك رايت ولا سيرد باك ولا ستوبر ديفندر يعني لما في وسط الملعب ديفندر طبعا تلنا ولا لحد دلوقتي؟ لا يعني لو حد قال لي خيرني العب هنا طبعا يعني رغم ان انت كل الانجازات اللي عملتها دي وانت في الباك رايت. لا يعني مش المركز المحبوب بالنسبه لي يعني. ولا القطاع الهجومي ده مش بتاعنا خالص. لا انا كنت بلعب اصلا نص ملعب هجومي مش دفاعي اصلا. لعبت فتره في الاسماعيلي كده. هو الاسماعيلي زمان كنا بنلعب بثلاثه يعني واحد ثابت. فكره المدافع الثابت ده ما كانش انت بالظبط. واثنين 8 و10 كده كنت بلعب انا 8 ل10 بركات بيلعب ساعات 8 وانا العب 10 وكده ولا عكس بالاسم. لكن انا عمري ما لعبت باك رايت بس كنت بضطر في ناحيه اليمين كتير. لكن ثابت بقى بعد كده بقى بدا يلعبوا 4-4-2 فبدا يبقى فيه 2 ثابتين ساعات بيبقى فيه واحد ثابت ممكن انا ابقى منهم كده يعني. احنا قلنا زي ما قلت لك 134 ماتش دوري ما شاء الله ومنهم زي ما قلنا 5 افريقيا وكاس قارات وكده. رايك ايه في المنتخب دلوقتي؟ احنا يمكن لعبنا بطوله افريقيا انت لسه مخلصين والوضع ما كانش احسن اوتكم. جه كابتن حسام مش عايز اقول لك يعني بقى الجو الاستنباط بقى روشيتا للمنتخب بس انت راجل من كباتن منتخب مصر فشايف ايه اللي ممكن يتم الفتره دي المنتخب يعني رؤيتك انت ايه اللي ممكن يحصل؟ بص يعني كمنتخب انا يعني رؤيتي انا زمان غير دلوقتي في حاجه. زمان كان كل اللعيبه بتحب تروح تلعب في المنتخب يعني عايز تعمل حاجه للمنتخب بلدها. بقيت احس دلوقتي ان الموضوع عادي نخسر عادي نتعادل يعني فاهم الموضوع مختلف شويه. ده احساسي يعني انا لعبت مع الجيلين يعني. لكن اللعيبه المفروض تروح لا يبقى عندها هدف يعني عايز اعمل حاجه للمنتخب بلدي مش اللي انا رايح وخلاص يعني. دي وجهه نظري للمنتخب يعني. لكن عندك لعيبه كويسه. انت شايف ان الجيل ده يفتقد للحافز يعني الجيل ده يفتقد للحافز او للقدوه مثلا؟ ممكن حافز قدوه شغف اللي هم عايزين ياخدوا بطوله. الناس دي شافت امثله كبيره من السابق شافت وخلي بالك وراحوا كمان ومعاهم دلوقتي نجم عالمي يعني وراحوا كمان يعني انا كنت معاهم 2017 وصلنا نهائي معاهم ورحت معاهم كاس عالم بالظبط. خلي بالك ساعات الوقت اللي اتجمع فيه منتخب ما يكونش هو الاحسن حاجه يعني. احنا انت عارف مين قال لي الكلمه اللي انت قلتها حالا دي؟ جده. قال لي في اوقات بيبقى التجميعه بتاعت الوقت او الوقت عشان هو جينيريشن مختلف عشان تطلع من هنا 5 أو 6 وبعد كده 5 و6 تانيين بعديها بسنتين 3 فساعتها ممكن تعمل منتخب قوي بقى بعديها مثلا 7-8 سنين. فاهم قصدي؟ انت عايز تقول مثلا انتوا كان من احد نقط القوه ان الجيل بتاعكم كله تقريبا من ايرا واحده او هم جيلين بس يعني هم لا هم 3 اجيال. كنت جيلنا احنا وبعد كده جيل اللي هو بتاع شوقي وحسام غالي وبعد كده جيل بعديه بتاع ابو تريكه وبعد كده فوقيه واحد بتاع الحضري الحضري احمد حسن وعبد الظاهر وكل ده. انتوا اوائل الثمانينات 84 ومتعب كلهم بقى خدوا بطولات. كان ساعتها مثلا الحضري واخد بطولات واحمد حسن 98 وعبد الظاهر 77 بقى 77 و78 وبعد كده نزل بتاع ابو تريكه برضو ما خدوش بس بعد كده كان حسام غالي خدوا 3 كاس عالم اللي هي بتاعت الارجنتين وبعد كده ايه الاوريدي ده موجود برضو. فين مين اللي خد حاجه؟ لا ما حدش خد بس انا قصدي تعاقب الاجيال. ما انت بتتكلم مين ما طلع انت في اجيال ما بيروحش فيها. مين اللي بيروح فيها منتخبات؟ مفيش. فين هتلاقي 4-5 بالعافيه ما بيلعبوش كتير. طب هسألك طب انت ما بيلعبوش كتير شايف اهو اهلي وزمالك لما بيطلع بيراميدز موجود في لعيبه ما بيلعبوش كتير. ووجهة نظري برضو تغيير المدربين الكتير في المنتخب دي كارثه. انت عايز في جهاز مستقر طبعا لازم حتى لو نتائج سلبيه. هو بص هم بيستنوا لاي مدرب يخسر ماتش وبعد كده عشان عايزين يغيروه. طب وده مش هينفع. هاتوا مدرب حطوا بلانز معينه لوقت معين وبعد كده احكموا عليه يكون حاطط فيه خطط معينه يمشي عليها. مين احسن واحد ممكن تشوف الفتره دي؟ كان كوبر ماشي كويس على فكره. هم مشوه مش عارف مشوه ليه. طب ما هو كان ماشي كويس وعمل جيل كويس وبدا ينافس وبدا يبقى اسمنا يبقى قوي بعد فتره كبيره ما كناش بنروح في حته صح.
مشتوه ليه؟ لعبنا نهائي كاس افريقيا ايوه ليه وصلنا يمشي؟ كاس عالم. ما الناس كلها يقول لك ده هل شايف بيدافع. كيروش كان برضو ماشي على الخطه دي؟ وحتى كيروش ما كانش وحش، بس يعني كان كوبر كان ساعتها لا كان ممكن الدنيا تمشي احسن من كده، دي وجهه نظري يعني. يعني فكره الاستقرار، انت شايف فكره الاستقرار؟ طبعا لازم يعني. انت برضو وجهه نظرك لو على البوزيشنز اللي فيها مشاكل في المنتخب، مين اللي ممكن يكون بيغطي حاجه زي الجبهه اليمين؟ مشكله الدفاع اللي احنا بقى يعني احنا الفتره اللي فاتت في المنتخب هي بقى احنا كل ماتش بناخد اديك انت بتقول هي اديك انت بتقول فتره دلوقتي، الفتره مثلا الناس اللي قدام احسن من اللي ورا. ده حقيقي يعني انت بتغلط ورا تاخد اجوان بس احنا قادرين نجيب. ما هو دي بقى هو بقى حسب بقى الاجيال اللي طالعه، ما هو بقول لك هو ده جيل، ما هو في الاخر ده منتخب، مش ما بتلعبش في فرقه مثلا ما عندي نقص في ناحيه اليمين هجيب من بره، هجيب اي حد. لا انت بتشوف الجنريشن هي في او الجيل كله فيه ايه. يعني انت عندك هو برضه معلش يعني كباك رايت مثلا في مصر انت عندك كابتن محمد هاني وعمر مين لو انت دلوقتي بتتفرج على الدوري المصري مين احسن باك رايت في مصر؟ انت قول لي. الشيبي صح، بس ده لعيب محترف مغربي. المصريين طيب مغربي. انا دلوقتي انت بتكلمني، انا دلوقتي مدرب منتخب، انا دلوقتي عايز اجيب باك رايت يلعب ماشي، مين هجيب مين؟ ما في 3 دلوقتي موجودين. هو مفيش غير هاني في مصر. محمد هاني ومين تاني؟ عمر جابر وعمر ادي 2 وعمر كمال. هو مش باك رايت اصلا. ما انت عايز باك رايت بس كده، دي هتبقى تقيله دي. ما انت هل هو بقى ده اللي انت بتتكلم عليهم ده مؤثرين في فرقهم في كل يعني في هاني طبعا مؤثر لو بيلعب هو او عمر ده او ده. انت دلوقتي مؤثر صح اكيد. هو ولا الشيبي مين اكتر؟ الشيبي لا الشيبي ممكن يكون هو افضل باك رايت في مصر حاليا. انت دلوقتي بتقول لي هجوما ودفاعا طبعا. قبل كده كنت تلاقي 2-3 باكات رايت مؤثرين. محمدي مؤثر بره، فاهم، كنت بتجيبه لا هو راجل مؤثر صح ولا غلطان؟ فاهم. سي حد واحد تاني معاه في نفس البوزيشن مؤثر. مؤثر. منطبق على كل المراكز، ما انت عندك سردباكات. هات لي بقى ارجع بقى للسردباكات، ما انا بقول لك هات لي بقى. اوكي ادي الباك رايت خلصنا. باك ليفت مين الباكات ليفت مؤثرين؟ ما انت عندك حمدي وعندك فتوح وعندك شكري. ماشي يعني الى حد ما. مش هروح فين. ماشي الثلاثه يعني لا ماشي، ما انا بقول معاك، بس مين اللي فارق مع فرقته؟ الثلاثه في ايه؟ في الانتاج. انت حمدي انهي انتاج؟ حمدي قائد جابها في فرقته. جاب كام؟ لا ما كل واحد لا بص معلش برضو. لا بالراحه بس كده. انت عشان يبقى مؤثر ده عمل كام، خلق كام فرصه للتهديف ماشي، وجاب كام جون وعمل كام اسيست. هو ده لازم وماشي كويس ولا لا مع فرقته. ما مش معقوله يعني انا اجيب كان الكابتن حسن شحاته زمان اكون وحش في ماتشين يقول لي لا يعني انت لو انت وحش مش تيجي المنتخب. ما انت لو انت ما عندكش قماشه تانية، ما انت لو الاثنين 3 هي دي الكارثه بقى اللي انا بقول لك عليها. ما انت وصلت بقى كده الكارثه، انت ما عندكش اوبشن تاني اللي هم دول اللي انت تاخدهم صح. فين المنافسه؟ انت شايف ان اللعيب ممكن يكون مطمن على مركزه عشان ما فيش غيره؟ عشان ما فيش منافسه. انت بص اي كارثه اي فرقه او اي مجال ما بتخلينيش نفسك معاك. طب ما انا لو رجعت يعني انا دلوقتي انا وانت في نفس انا وانت بنشتغل نفس الشغلانه بس ما فيش منافسه. انت فارق عني مثلا 30 40 مره. طب انت هتحس بمنافسه؟ طب انت هتدلك حاجه؟ لو انا فارق عنك كتير لا عادي، ما انا وحش حلو هروح صح ولا غلطان؟ صح. هي دي المشكله. بس بقول لك لو رجعت لجيلك، طب ما انت مثلا مركز زي الباك ليفت هو كان كابتن سيد معوض، وبعد كده هتلاقي بقى مثلا ناس عبد الشافي لا برافو. ماشي عبد الشافي جامد. ممكن تلاقي سيد معوض كان جامد حلو ماشي. لا ايه بقى ممكن على فترات بس الاقدم بقى مثلا ابو مسلم سمير فرج كانوا بيجوا كانوا مؤثرين في فرقهم بيجوا وكان في منافسه على اللي يلعب في المنتخب اصلا. يعني فاهم. عبد الشافي ليه كان هو الفتره بيلعب، سيد معوض شويه، كان احمد سمير شويه بيلعب، يعني مش اللي هو يعني المحمدي كان بيلعب باك رايت، كنت انا ساعات العب في نص الملعب، كنت العب انا باك رايت مش عارف مين فاهم. هو برضه انا ممكن لما اكون انا فترتي بقى انا فارق خالص فعلا. برضه السردباكات يعني انت السردباك كان عندك جمعه وعندك عبد الظاهر وعندك ابراهيم سعيد شادي محمد وعندك شادي واسامه ومحمود فتح الله وعندك احمد سعيد ما كانش كان يعني المفروض على السردباكات يعني كان ماشي كويس جدا وما كانش بيلعب. واوكا ارجع بقى في نص الملعب كان شوقي وحسام غالي. لا دول ما حسام عبد الرب كان زغابه في ده حسام غالي ما كانش بيلعب. ده كانت زغابه في وسط الملعب. حسام غالي ما كانش بيلعب يعني في فترتنا. حسام غالي ما كانش بيلعب يعني كتير. انت شايف ان مشكله منتخب مصر دلوقتي هي فكره فقر المواهب كان احمد حسن. انا نسيت احمد حسن وابو تريكه. عندي لك مين تاني؟ ده انا ابو تريكه بعد الماتش كنا 2008 وكان هو احمد حسن ما بيلعبوش، كان لعبنا ماتش الكاميرون من غيرهم، وبعد كده تاني ماتش لعبنا السودان، فابو تريكه كان زعلان قال لك انا كده مش هلعب بقى ولا ايه في البطوله دي.
لا لعبنا تاني ماتش بعد السودان لما نزل جاب جون. هو الكاميرون ما لعبش باين ولا نزل، قال لك كده شكل مش هلعب بقى، واللي بيلعب هو اللي هيلعب. ف قلت له يا ابو تريكه ما تزعلش عننا، هتلعب ما تزعلش. بعدين لعب. يعني انت بقول لك شايف ان المشكله فكره ايوه مفيش تنافس. مفيش تنافس. فين التنافس؟ انت بتنقي، هقول لك حاجه، بتنقي الناس بص المميزه في كل فرقه بقى، هم وحشين حلوين كده كده هيروحوا، هم نفس الاسامي، انت شايف كده؟ ايوه فين الناس اللي هي بتعمل فارق كمان؟ طب ايه ده يعني انت عايز يعني انت كده وصلتني بقى لضعف المنافسه نفسها، ضعف الدوري، ضعف الفرق، ضعف ايوه ما هي دي فعلا كده. هي يعني معلش يعني احنا يعني مع احترامي للدوري ما تقول يا جوكر. لا هو الدوري بتاعنا ده يعني مش هيخلق، يعني وجهة نظري يعني مش هيخلق لعيبه جامده، مش هيخلق لعيبه جامده. يعني هو لازم في حل للدوري ده يقوى اكتر من كده. لكن زمان كان في دوري قوي، كنت بتلاقي مثلا تروح تلعب الحرس ماتش صعب. لا ماتش تقيل، ده ماتش المكسب محله في المحله ماتش صعب. ده انت ممكن تسمي في لعيبه في الحرس دلوقتي اصلا يعني كانوا فرقه، كان احمد عيد بيجي المنتخب، واحمد عبد الغني بيجي على المنتخب، وعبد السلام كان بيجي المنتخب. ما بقول لك لا كانوا فرقه، بقول لك يعني فرقه يعني مش اللي هي. انت كنت بتقول حرس هتلاقي فيه فرقه، انبي كان فيه لعيبه، بتروجيت كان بيطلع لعيبه، شعبان ووليد سليمان كان لسه بادئ يعتبر هناك. لا بتروجيت ده كان ماتش يعني عشان تطلع بنقطه، ده كان شعبان ومحمد واحمد ووليد، كان عمرو حسن واسامه بيلعب باك ليفت. لا فرقه انا حافظهم لغايه دلوقتي. لا كان كل فرقه عندهم فرقه جامده. لكن يعني انت شايف ان الفكره في ان ضعف المنافسه حاليا في الدوري اللي مش قادر تنتج لعيبه عشان المنتخب يبقى عنده زي بتقول كده روح اكبر من اللعيبه. ايوه انت دخلتها في مشكله كبيره يا جوكر. ايوه مشكله كبيره على فكره، خلي بالك. بص هي مشكله، واي حد يجي يمسك المنتخب وعنده مشكله. انت لسه برضو مع الاسف انت لسه يعني لو متابع شكري لسه صليبه هو صليبي. اي حد يمسك المنتخب عشان انا اجيب 2-3 في مركز واحد جامدين مؤثرين في فرقهم، مش هتلاقي. بلاش 2 وعاملين فارق في الفرق. لا العب 3-4 ماتشات كويس كده انا بقيت جامد. لا انت اديني لونج تيرم يعني نص موسم على الاقل موسم. يعني موسم انا فارق مع انا جامد في فرقتي. لكن هو دلوقتي 3-4 ماتشات ده نجم النجوم، ماتش وماتشين 3 وحش، 3-4 ماتشات وكارثه بقى. بص خلي بالك هي في كوارث. وبعد كده طبعا احنا عندنا اعلام ما شاء الله يعني يطلعوا يسيطروا بقى في اللعيبه. السوشيال ميديا انت ممكن في ماتش تخليك احسن في العالم ويموتوك ينفخوك ويموتوك. يعني برضه لسه بضرب مثلا انت علي معلول في ماتش وحش ده كبر. مع السلامه لازم يعتزل. ماتشين وراه حلو، اسرع دليفري في مصر يعني. فانت هنا ما شاء الله علينا احنا ما في ثانيه نخلص على لعيب وفي ثانيه نخليه احسن لعيب. السوشيال ميديا برضو عملت جاب كبير، كانت مضره بالنسبه لكم فكره الكوره نفسها. هي مضره خلاص، ده الموضوع مفصول بالنسبه لك في اي حته في العالم. والله انا تعبتك، انت تعبت يا جوكر، انت نمت يا جوكر؟ لا ما نمتش انا صاحي اهو والله. حبيبي انا تعبتك النهارده ونورتني. ويعني انا زي ما قلت لك انا لو فعلا تاني يا جوكر، انا لو فكرت اتكلم على احمد فتحي بتاريخه، انا عايز اقول لك احنا نكشنا، بس احنا ما اتكلمناش في حاجه والله. احنا نكشنا، احنا لو قعدنا نتكلم في تاريخ لو طلعت اسراري ما انت مش عايز تتكلم. هو صعب بس هطلعها، بس لازم اطلعها. هطلعها امتى طب يعني؟ لا كل حاجه في وقتها هتطلع. لو قعدنا نتكلم على تاريخ الراجل الطيب ده فعلا احنا مش هنخلص. زي ما قلت لك احنا فعلا بنتكلم عن حد من اكبر التواريخ او اكبر واعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر على مداره 3 اجيال بنتكلم النهارده. يعني ربنا يحفظك ويطمنا عليك. انت يعني تجربه جديده انت بتاخدها في بيراميدز. احنا بنتكلم كده 3 موسم تقريبا، رابع موسم اهو، كمان اكتر من حاجه و80 ماتش. فيعني برضو تجربه لا تغفل ان الراجل ده قادر يأدي في 3 أندية. كنت بطل مع الاسماعيلي، كنت بطل مع الاهلي، ان شاء الله برضو يبقى فيه بطوله مع بيراميدز. يبقى انت حكايه كبيره. وزي ما قلت لك حتى يمكن انا كان تعاملي فيها معاك على شق التغذيه انا فعلا انبهرت بيك يا فتحي، رغم ان انا كنت جاي بقى معتقد. انا هقول لك اعتقادي بمنتهى الامانه، الراجل يعني في الثلاثينات اعتقد اهتمام بالتغذيه خلاص على قديمه بقى. فاكر انا الجيل اللي هو بتاع الملفي والشاي بلبن والكلام. لقيت لا الراجل ده شاف يعني ايه بره، وشاف يعني ايه تغذيه. انبسطت جدا لما شفت حد بعقليه زي دي وقادر يكمل لحد دلوقتي. ربنا يحفظك يا جوكر، تعبتك وحبيبي ونورتني. والله انا سعيد اللي كنت معاك يا دكتور. والله ما نشوف نفسي، بس لو صحيت معايا هتبقى سعيد. انا صاحي ولا انا صاحي والله.
حبيبي يا جوكر، تعبتك، كل سنه وانت ربنا طيب يخليك كده يا ودايما بصحه طيب وسلامه. ربنا يخليك. النهارده يا جماعه كان زي ما قلت لكم اهو، انا ستيل هيفضل هدفي البودكاست هنا ان تشوف احسن فاليوز في المجال بتاعنا، المجال الرياضي. انا بالنسبه لي انا كان احد احلام عمري ان اقعد قصاد جوكر في يوم، ومش هقول لك اتكلم بس معاه النهارده، الحمد لله قدرت اشتغل معاه واشوف الراجل ده بتاريخه وحكاويه والاسرار اللي انا هفقس واعرفها، مش عارف هعرفها امتى، يعني ربنا يفرجها علينا يا رب. مستحيل، ما فيش حد يعرفها. ليه يا جوكر انت بتذلنا انا عامه يعني انا يعني كجوكر؟ كعامه كشخصيه، انا مراتي بتتجنن مني، تقولي نفسي اعرف انت بتفكر في ايه. ربنا موجود، لا مش تعرف. ربنا موجود. شرفتنا حبيبي، ربنا يخليك. والسلام عليكم.